ناس كتير اشتكت انهم لما بيجوا ياكلوا من المكان ده بيرجعوا له تاني وتالت ورابع، وده لان المكان ده هياكلك اكله حرشه ترجعك لايام زمان، زي سندوتش اللحمه اللي بالبصل ده، واللي حرفيا هتلاقي السندوتش مليان لحمه مش بصل وخلاص. ميكس البهارات مع اللحمه وهي بتدوب كده من كتر السوا مع البصل خلى طعم السندوتش ده في حته تانيه. وده سندوتش اللحمه البارده كان اول حاجه نفسي اجربها اول ما دخلت المكان، ودي بتبقى عباره عن لحمه روز بيف او المشهوره باللحمه البارده، وبتبقى مخليه من العظم وما فيهاش اي دهنه، بتحط عليها شويه ملح كده وبهارات وفلفل اسمر، وده حرفيا اللي بيخليه سندوتش دلع. ده غير سندوتشات الطحال وسندوتشات الصدوق، حاجه كده اخر عظمه. الاكل لا والله الاكل جميل هنا وتسلم اليوم. احنا كل يوم خلي بالك موجودين عندهم حاجات ياما، لحمه بصل وبسطرمه في عندهم الصدوق. انا اكلت المنيو كله، بس الحادق والحلو الصراحه مفيش حاجه تتغير، مفيش سندوتش مفضل بالنسبه لي، كلهم مفضلين من غير تطبيل بالله عليك، والله العظيم من غير تطبيل. انا اكل اقل عن 7 سندوتشات. ده غير اكل السي فود زي سلطه الرنجه، ودي كانت ملحها مظبوط قوي وطعمها كان تحفه. الجمبري بقى كان حلو بس كانت محتاج بهاراته تتظبط شويه عن كده، وده كان هيخلي طعمه حرفيا في حته تانيه. وده بقى سندوتش الكابوريا المخليه، بجد السندوتش ده كان متكلف قوي. تخيل كده انك بتاكل كابوريا مخليه صوابع ومتظبطه في الطعم والبهارات. ومش بس هناك هتلاقي سندوتشات اللحمه والسي فود، انت كمان هتلاقي كل السندوتشات الحلو اللي انت عايزها. والمكان في محمد نجيب اسمه ملك السندوتشات او اللول. وما تنساش تعمل سيف للفيديو وسلام.